حريقة مقطع جديد وقصة جديدة بعام 2014. وإذا قلت لك 2014 يعني أيام السلطة والقوة. كنا أنا وبطريقة وكيمو وفقمة قاعدين بأمان الله. قال فقمة شباب مشتهي شيبس وعصير. قلنا له نفس الشيء، كلنا نفس الشيء. واحد مشتهي ياكل، بس المشكلة الفلوس، ما عندنا فلوس. وين نجيب فلوس؟ فكرنا وقلت عندي فكرة جبارة، نروح نسطح على المدرسة ونبوق من الحانوت. واللي ما يعرف شنو حانوت، حانوت يعني محل داخل المدرسة، تمام. كانت الساعة 5 العصر، تجهزنا ورحنا دخلنا للمدرسة ووقفنا يم محل المدرسة، بس شت كان مقفول قفل. وراح كيمي يباوع من الشباك وكان لعابة نازل. رحنا نباوع وياه وشت يا ولد. شفنا سندويشات فلافل نمبر 1 جانكا حلويات لا نهائية. باوعنا على البراد وشت يا ولد. كان بيبسي مشن سفن عصائر. كيم دخل غيبوبة من المنظر. رحنا نفتح بالقفل بس نو، كان معند. كيم جاب حجر وضرب القفل وكسره. فتحنا الباب ودخلنا وكنا محتارين منين نبلش، ما ادري. انا اخذت بيبسي وجانكو وقمت اكل بيهم. كيم شال سندويشات فلافل 2، وحده بيد اليمنى وحده باليسرى وياكل بيهم. كنا ناكل. رحت انا استكشفت ودخلت ورا الميز وفتحت الجرارة وقاد ديم لقيت فلوس. كأني عثرت على كنوز ضخمة. كنت اقول انا قارون ولا شنو. كنت احسب نفسي من اثرياء الارض. قلت انا راح اشارك ايلون ماسك بالثروة هذه. اخذت الفلوس وحسبناها وكانت 65,000 وقسمناها بيناتنا، وكل واحد اخذ 16,000 وانا اخذت الباقي، تمام. وفولنا بطننا وفجأة واحد بباب الحانوت قال شو تسوون هنا؟ باوعنا عليه وقاد ديم كان علاوة ابو الحانوت يا ولد. رحنا بيها 4 ماي و2 لبن. كيم دخل غيبوبة من الرعب. انا ما كنت مستوعب اللي قاعد يصير. علاوي سد الباب وجاب جماعته وطبم علينا. واحد شايل خشبة مال الخيمة وواحد شايل صوندة. شاهدنا. باوعت على بطريق ولقيته يبكي، بس كان يبكي دموع التماسيح. دموع التماسيح يعني نصب واحتيال، يبكي حتى يتركونا. نصاب يا ولد، يبكي حتى يخلونا نطلع بسلام. بس كانوا مقافلين من الاخير. طبم علينا، واول ما وصلهم كيم ضربوه بالخشبة شقو شق. جمع علي ولزمون وضربوني ضرب يا ولد مربع. وبالتصوير جلد. باوعت على بطريق ولقيتها شت يا ولد شرد من عندهم، نجا بجلده يا شباب. ولزموني انا وكيمو وفقمه وضرب بوكس كف مربع صوندة عوده خشبه مدري شنو. ضرب جلد. باوعت على كيمو وكان وجهه مختفي من الضرب، كان يموت ضحك. انا نسيت كل شيء وقمت اضحك على كيمو. هذول يحسبوني قاعد استفزهم وافترم علي، وكلهم يضربوني ضرب مو طبيعي. كيمو وفقمه شردهم وكانوا يضربوني. انا لزمت الخشبه وقمت اضرب بيهم ضرب. ضربت واحد على راسه. باوعت على الباب ولقيت كيمو بطريقه وفقمه شت يا ولد. كل واحد شايل عصايه مال مساحه ودخلهم بحرب ضروس يا ولد وجلدوهم جلد. سمعت صوت قرقعة عظام واحد من اصدقاء علاوة ابو الحانوت. قمت وشلت عصايه وقمت اجلد بيهم وشردنا من المدرسه. وثاني يوم المدير طلعنا قدام الطلاب وقال هذول حراميه وباقهم من الحانوت فلوس وحلويات. الزبدة قال المدير الخسائر مع الفلوس على كل واحد تطيح 20,000، ولأنكم سرقتم كل واحد راح يجيب 25,000 غصب. نقيل عن شكلك 25,000 وانا ربع ما عندي، مين اجيبها؟ راح المدير للمكتب وقال الحقوني، واحنا رحنا ورا المدير. ودخل علاوي وكان يقول ليش سرقتم لو قالين انطيكم مجانا. نصاب والله العظيم علاوي هذا بخيل بخل مو طبيعي. وكان راعي لسان حلو يعني يخدعك. وكان يقول قدام المدير ليش بكتم قولوا لي انطيكم بلاش، انتم مثل اخواني واني احبكم. من هالكذب والنصب يا اخوان، تمام. كل كلمه قالها كذب ونصب واحتيال يا اخوان. ايسنا بالقضيه هذه بعد ما سمعنا نفاق علاوي يا شباب. ما نقدر نسوي كل شيء. المدير قال باكر كل واحد يجيب 25,000 تعويض للخسائر ويحضر ابوكم. الكلام هذا كان مثل الصاعقة بالنسبة لي والفقمة. لين أبو فقمة مجرم، يعني فقمة يروح 4 شهور حجز، وإذا صارت أي مشكلة السنة كاملة حجز بالبيت. رحت للبيت وقلت لأبويا المدرسة بيها خراب ومدري شنو، خراب مو طبيعي صاير بيها. أبويا انفجع وقال 25 ما شنو يا رجال، أنتم 600 طالب، إذا 25 كل واحد تسوي 15 مليون، يعني أكثر من 10,000 دولار. انفجع أبويا وقال شت يا ولد باكر أنا أروح على المدير وأتفاهم وياه وأقول له شنو 25 ليش 25 هالمبلغ الكبير هذا راح يشترون مدرسة ولا شنو؟ قال لي انا راح اتفاهم ويا المدير باكر اجي للمدرسة واتفهم الموضوع. شت يا ولد رحت بيه. ثاني يوم الساعة 10 جاء معلم وقال حريقة المدير يريدك. رحت وشفت ابويا والمدير قال له كل شيء. ابويا قال للمدير اعتبره مثل ابنك وش يسوي بيسوي. المدير قال لا هذا مثل ابني اعتبره. والله المدير نصاب نصب مو طبيعي، نصاب محترف. المدير يجلدنا جلد على مود خطأ بسيط. واول ما راح ابويا المدير ضربني عصايتين بدون اي سبب، حقائق
بالسيارة. انتهت المدرسة ورحت البيت ودخلت وشافني ابوي، وتعرفون شنو اللي صار يا جماعة الخير؟ جلد في جلد، جلد برو بلاس ما ادري شنو، انجلد الجلد مو طبيعي. رحت بيها والله. اطلب من الله المغفرة والرحمة والسماح وسماحكم يا اخوان، والاشتراك بالقناة حتى بكم، وخلينا ننزل من السيارة. انا دائما اسجل بالسيارة. اسمع، افتح الباب.